اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من موبي فون. ده فيديو جديد لتوصيل النضاره اللي هي بكاميرا. اول حاجه خالص لازم نشحن النضاره نفسها بشاحن يكون 1 ل 2 امبير بحد اقصى، ده ساعه لساعه ونص. ده مهم جدا، ما ينفعش نشحن بشواحن سريعه علشان ده بيأثر على البطاريه نفسها وعلى اداء النضاره. بعد ما نشحن ده طبعا في هنا كده زرار الباور هنلاقيه موجود هنا كده، تمام. بعد كده بنعمل كده، نضغط عليه بشكل جامد كده، نعمل باور اون كده، خلاص فتحت معانا. بعد كده بنعمل سيرش من هنا كده علشان يظهر اسم الموديل بالظبط كده كده. الاتصال الاول خلاص تم معانا وكونكتد، تمام. بعد كده بندخل على الابلكيشن وهكتب لكم اسمه برده دلوقتي موجود. فبنعمل كونكت ديفايس، فبرضه بتظهر لنا كده في الكونكشن التاني لازم نعمل لها هنا كونكت، تمام. هير، تمام. بعد كده بتظهر بقى لينا كل حاجه، الخطوات كلها وازاي تستخدم المنتج نفسه. كل الحاجات دي كلها تقدر تعرفها من الابلكيشن نفسه، تمام. بس كده لما بتيجي تصور من هنا فيديو او صور، طبعا في كل التفاصيل كلها ازاي تصور وازاي تعمل اتصال وكل الحاجات دي بالظبط من هنا كده. من الخطوات دي كلها تقدر تعرف الاتصال هنا بيتم ازاي. الخطوات دي كلها برضو تقدر تعرفها من خلال الابلكيشن. طيب انا لو صورت من هنا بقى فيديو او صور من خلال النضاره نفسها، بدخل بقى هنا في الجاليري، تمام. طبعا انا لو عملت فيديو، صورت فيديو او اي حاجه، لازم اعمل امبورت من هنا كده علشان يجي لي الصور او الفيديوهات تنزل على الموبايل مباشره، تمام. بيقول لي هنا اتصال بالواي فاي، لازم اتصل كده، ده ملوش علاقه بالواي فاي بتاع الموبايل. فبيعمل الاتصال ده كده وبينزل الصور بقى بشكل عادي جدا واقدر انزلها. ودي بقى كان كل الخطوات الخاصه باتصال المنتج GS03 برو.